ميشيل ديمتري شالهوب، ده الاسم الحقيقي للفنان العالمي عمر الشريف. فنان استثنائي وإنسان متمرد على كل الطقوس المعتادة. اتولد في 10 إبريل 1932 في محافظة اسكندرية. والده كان تاجر أخشاب مشهور. والدته كلير سعادة، سيدة مجتمع أرستقراطية. حب التمثيل من طفولته، ونشأ بينه وبين يوسف شاهين صداقة قوية. وبمرور الوقت لما أصبح المخرج يوسف شاهين مخرج مشهور وقادر إنه يمنح الفرص، منحها للفنان عمر الشريف. وده لما اختاروا المخرج يوسف شاهين علشان يخرج فيلم صراع في الوادي. وفي الوقت ده قرر إنه يدفع بصديقه عمر الشريف علشان يقف قدام النجمة المصرية فاتن حمامة. وفيلم صراع في الوادي حقق نجاح كبير، وعمر الشريف استفاد من جماهيرية الفنانة فاتن حمامة، اللي في وقتها شركات الإنتاج كانت بتتسابق علشان تشتغل معاها. ومن حسن حظ عمر الشريف إنه اشتغل مع الفنانة فاتن حمامة في 6 أفلام مهمة، وهي أيامنا الحلوة، وسيدة القصر، ولا أنام، ونهر الحب، وأرض السلام، وصراع في المينا. وبعد ما اتأكد إنه بيحب الفنانة فاتن حمامة طلب إيدها، وكان متردد جدا ومش قادر ينطق الكلام. وفجأة استجمع قواه وقال لها: إيه رأيك لو اتجوزنا؟ وبيقول: كنت هجري بعد ما نطقت الكلمة دي، لكني قعدت مكاني وما اتحركتش. أما فاتن حمامة لما سمعت طلبه ده طلعت تجري وسابت المكان وركبت عربيتها وروحت على البيت على طول، وقفلت تليفونها ومرضتش تقابل أي إنسان. أما عمر الشريف فكان فاكر إنها غضبانة بسبب العرض ده. وأول ما تقابله في أول يوم تصوير لفيلم أيامنا الحلوة طلب يقابلها واعتذر لها عن الكلام ده. ضحكت في وشه وقالت له: بتعتذر على إيه؟ أنا عايز أسألك إيه هي إجراءات الجواز. وبيحكي الفنان عمر الشريف وبيقول: كان هيغمى عليا من كتر الفرحة. وبالفعل اتجوزوا، وده بعد موافقة أسرة فاتن حمامة وأسرة عمر الشريف على جوازهم من بعض. لكنهم انفصلوا سنة 1974. بعد انفصالهم الفنان عمر الشريف متجوزش تاني طول حياته. أما الفنانة فاتن حمامة بعد انفصالها بسنة اتجوزت تاني من الدكتور محمد عبد الوهاب، وجوازهم استمر لحد وفاتها. وعن طلاقهم اتكلم الفنان عمر الشريف وقال: عمري ما اتخاصمت مع فاتن حمامة ولا جرى بينا أي سوء تفاهم، ولكن في فترة من الفترات كنت بشتغل كتير وبسافر كتير، وفاتن ما قدرتش تتحمل كده. وكمل كلامه وقال: هي طبعا حاولت إنها تكون جنبي وجنب ابننا طارق اللي كان بيدرس وقتها في باريس، لكن كان من الصعب على امرأة شرقية زي فاتن حمامة إنها تتخلى كده دفعة واحدة عن تقاليدها ونمط حياتها وتعيش في أوروبا. حياة أوروبا صعبة وهي غير حياتنا إحنا الشرقيين، وفاتن حمامة اشتاقت لشغلها ولحياتها وجوها الطبيعي، وكان لازم ترجع لحياتها. وعن سؤاله ليه ما اتجوزتش تاني رد وقال: لأني بعد فاتن حمامة محبتش حد تاني، ولا حتى أقدر أتحمل عقلية المرأة الغربية، ومليش أصدقاء هنا، كل أصدقائي عرب. وكمل كلامه: حقيقي إن اسمي ارتبط بالعديد من النساء، لكني محبتش ولا واحدة منهم. وكان رأي عمر الشريف إن في فرق كبير بين المرأة الشرقية والغربية. قال: المرأة الشرقية تتعلم في بيتها إزاي تعامل الراجل وتسعده، لكن المرأة الغربية معاملتها للراجل مختلفة جدا. الشرقية عاطفية وناعمة، والغربية ناشفة وجامدة. وفي 2013 تأمرت الأيام على لورانس العرب وساءت حالته النفسية بعد ما أصيب بمرض الزهايمر، وبقى ينسى تفاصيل الماضي والحاضر. وفي 10 يوليو سنة 2015 اتوفى الفنان العالمي عمر الشريف.